عبر أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان عن أسفه من الألفاظ التي أدلى بها بعد مشاركته الفرحة أمام أنصار الفريق عقب الفوز أمام أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف دون رد في الدوري الفرنسي. وكتب حكيمي على حسابه في منصة إكس: شكرا لجميع جماهيرنا لحضورهم مرة أخرى بالأمس في كليرمونت. أشعر بخيبة أمل من النتيجة ولكنني فخور بأنني لا أزال قادرا على الاعتماد عليكم. وأضاف: قبل أسبوع احتفلنا جميعا بانتصارنا الكبير في الكلاسيكو على ملعب بارك دي برنس، وبعد المباراة تركنا أنفسنا ننجرف وراء النشوة. وواصل: نحن ندرك جيدا تأثير أفعالنا وأقوالنا على الجمهور، وخاصة الصغار الذين يحلمون بمشاهدة مباراة كرة القدم. نحن نأسف بشدة للكلمات التي لم يكن يجب أن نقولها ونود أن نعتذر عنها. ويختتم: في المستقبل سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة احترام واجبنا فأن نكون قدوة، وما زلنا نتوقع الكثير منكم يوم الأربعاء في نيوكاسل. وكانت رابطة الدوري الفرنسية قد استدعت في وقت سابق كلا من كولومواني وعثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي وريفين كورزوا بعد اتهامها لهم بجوز هتافات مهنة لفريق أولمبيك مارسيليا.